السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احمد سادات وحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن الاهلي وكاس العالم. الاهلي بيفنش كاس العالم مركز رابع. بس قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، لو انت جديد واول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وكمان تعمل لايك للفيديو ده. الاهلي بيخسر من فلامينجو 4-2. قلنا من الاول وقبل ما نروح كاس العالم عايزين مهاجم، عايزين زفت مهاجم. اقسم بالله كروش ده المفروض يتعمل له تمثال. اقسم بالله محمد شريف ده ما يقعدش ثانيه في النادي، ده احنا نشحته لاي فريق بيلعب درجه رابعه. المفروض اصلا يسيبوه في المغرب ما يرجعش معاهم، ده المفروض يجيبها ماشي من المغرب لمصر بعد البلاوي السوداء اللي هو عاملها في كاس العالم واللي احنا شفناها. لما تكون مهاجم اكبر نادي في افريقيا ويجي لك فرصه زي دي وتضيعها بشكل مريح جدا كانك كسبان فرق كبير، والماتش اللي قبله مضيع اكتر من كام فرصه ما تضيعش، يبقى كده انت المفروض ما تعرفش اساسيات الكوره. واستمرارك يا ابني في النادي اقسم بالله اكبر كارثه واكبر فضيحه. شريف وقفشه وتاو اقسم بالله ملكوش لازمه معانا، وكفايه عك وقرف لحد كده. والله الواحد مش عارف يلوم على المدرب اللي معرفش يتعامل بعد الطرد، ولا يلوم على اللعيبه والاخطاء الفادحه اللي بيعملوها كل ماتش. مش دي اللعيبه اللي كنا مستنيينها في النهائي. حاجه تحزن بجد والله. بص يا جد كولر، انت معاك الصلاحيه تعمل اي حاجه في الفريق. نظف الفريق يا جد كولر، وما يهمكش اي اسم في الفريق، واطلب اللي انت محتاجه واللي انت عاوز تدعم بيه. قلنا قبل البطولة عايزين مهاجم ويكون سوبر، لكن انتوا عارفين امير توفيق. في الاخر بس عايز اقول كلمتين مهمين. انا عايز افهم حاجة واحدة بس، انت ازاي زملكاوي وليك عين تتكلم وانت واكل من طوب الارض طين، وكله دايس على وشك ومحطوط عليك من الصغير قبل الكبير؟ ليك عين تتكلم على فريق بيلعب كاس عالم وانت بتخسر في الدوري وخسران في افريقيا وحصلت مجموعتك والمركز السادس في الدوري؟ الحمد لله يا رجالة، البطولة خلصت، نقفلها ونركز في اللي جاي. عندنا نهائي كاس مصر، عندنا افريقيا، عندنا السوبر الافريقي، بطولات كتير مستنياكم. وكده هتكون حلقتنا خلصت النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.